واش عمرك سولتي راسك علاش 90% ديال تريدرز كيخسروا فلوسهم؟ يعني كتلقى استراتيجي ديالهم واعره، الوين ريت ديالهم زوين، الريسك ريورد ديالهم مزيان، ومع ذلك كيخسروا فلوسهم. ايوا اليوم غادي نجاوبوا على هذا السؤال باش تعرف علاش وكيفاش تفادى انك تكون واحد منهم. واش عارف باللي اكثر من 90% ديال الناس اللي كيبداو التريدين، وتقدر تكون انت واحد منهم، كيخسروا فلوسهم بواحد السبب اللي تافه؟ والمشكل ماشي حيتاش ما فاهمينش التداول او لا حيتاش مستحيل تربح فيه، ولكن حيتاش كيديروا نفس الاخطاء مره ومره 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 بلا ما يحسوا. والاخطر من هادشي كامل هو انه الاغلبيه ديال البيجينرز كيسحاب لهم راسهم راه غاديين مزيان، يعني غاديين طوب في هادشي ديال التريدين، حتى كيتفاجئوا ان الكونت ديالهم هبط للزيرو دولار وخسروا فلوسهم. وفي هذا الفيديو غادي ندويو على الاسباب الحقيقيه اللي كتخلي اغلب المتداولين كيخسروا فلوسهم وكيفاش تفادى تكون واحد منهم. دونك بقى معايا حتى الاخر، حيتاش اخر سبب غادي نعطيك غادي يكون هو من اهم الاسباب اللي كيدمر اكبر حسابات ديال المتداولين. الا كنتي جديد في هذه القناه فراه هذه القناه هذه سميتها نبض تريدر او نبض المتداول، وفي هذه القناه كنتعلموا تريدين ايطاب باغ ايطاب، يعني مرحله بمرحله وبطريقه بسيطه وواضحه، خصوصا للناس اللي يلاه بادين، بلا كذوب بلا احلام، بلا غادي تولي لاباس عليك في نهار ولا في سيمانه ولا في شهر، ولكن الطريق الصحيحه باش تولي تريدر حقيقي. ولا هادشي هو علاش كتقلب، فما تنساش تابونا ويلا بينا نبداو. اول حاجه خصنا نفهموها هو ان اغلب المتداولين كيخسروا فلوسهم، ولكن ما كيعنيش ان التداول او لا تريدين عباره على سكام او لا نصب. كاينين تريدرز اللي نصابه، كاينين تريدرز اللي سكامرز، ولكن ما كيعنيش ان الدومين راه عباره على سكام. التداول راه ماشي سكام. الاغلبيه ديال المتداولين اللي فريمون عارفين اش كيديروا وراه كيربحوا، وراه هو عباره على مهاره الاخوان، سكيل، مهاره اللي الا تعلمتي ليها راه غادي تبقى تستافد منها حياتك كامله. وبحال اي مهاره في هذه الدنيا فراه اغلب الناس كيوقفوا قبل ما يتعلموها. شوف معايا غير الجيم او لا لاصال، فراه بزاف ديال الناس كيدخل العام جديد كيكون فيه الموتيفاسيون باش كيبداو في شهر واحد، ولا فان ديالو كتلقاهم حبسوا. نفس الحاجه بالنسبه لشي بيزنس، فراه كيبداو شي مشروع واغلبيه ديالهم كيفشلوا. يعني كيفشلوا السبب ماشي ان البروجي ما خدامش، وانما ان الشخص قرر انه يستسلم. ونفس الحاجه بالنسبه للقرايه، فراه ماشي كلشي كينجح فيها، كاين اللي كيكملوا فيها، كاينين اللي ما كيبغيوش يكملوا فيها. والتريدين راه بحالو بحال اي واحد من هادو، هي الفرق هو ان الاخطاء في التريدين فراه كيكلفوك فلوس ديال بصح، يعني خطر فادح مشاو ليك فلوسك نهائيا. دونك نبداو باول سبب رئيسي علاش الاغلبيه ديال التريدرز كيخسروا فلوسهم. وهذا الخطا هذا هو السبب الرئيسي اللي كيخوي الحسابات، كيدمر الحسابات. هو ان ديما المبتدئين علاش كيركزوا على الصفقه اللي غيدخلوا فيها وما كيشوفوش اللونغ تيرم اللي هو المدى الطويل. كيركزوا على المؤشرات اللي هما لي زانديكاتور، وكيركزوا على استراتيجي، وكينساو انهم خصهم يحميو الكابيتال ديالهم.
حيت في التداول راه ماشي خصك تربح كل صفقه، راه ماشي كل صفقه كتربح فيها، وماشي كل صفقه ضامن انك تخرج فيها رابح. التداول راه خصك غير تبقى فيه ما امكن، ما اطول مده طويله وما تخسرش فلوسك. يعني راه ماشي خصك تربح كل صفقه، خصك غير ما تخسرش كل شيء ديال فلوسك. يعني الا كنتي كتخاطر اولا كتريسكي ب10% من الكابيتال ديالك في كل تريد، فكن على يقين غادي تكون واحد من دوك 90% اللي كيخسروا فلوسهم. حيت غير صفقات قلال اللي يكونوا ضاربين لك ستوب لوس، فراه مشات الكابيتال ديالك ونوض على سلامتك، مقارنة بواحد اللي كيخاطر ب1%، 2% او لا قل، فراه تقدر تخسر بزاف ديال المرات، بزاف ديال المرات. اس ال اس ال اس ال ومع ذلك غادي تبقى حي، وغتبقى الكابيتال ديالك، وغتبقى كتريدي في السوق، وهادشي اللي غادي يعطيك فرصة انك تربح في المستقبل. هذا السبب الاول. السبب الثاني اللي كيجعل الناس يخسروا فلوسهم هو كاين اللي كيتداول كي تريدي بدون استراتيجي، وهذه اغبى طريقة تقدر تخسر فيها فلوسك. يعني كيدخل المارشي وكيدخل لشي انتري حيتاش حس بها، قال لك اوتي انا هاد الانتري هادي بات لي غادي تطلع، حسيت بها، يعني خدام بالمشاعر. او لا شاف شي شمعة، شي كاندل تحركت للفوق وقال لك اجي ندير باي. او لا شاف شي واحد في تيك توك او لا في تيليجرام قال لي يدخل باي ومشى دخل. هذه هي اسرع طريقة غادي تخسر بها فلوسك، وكون على يقين باللي هنايا راه كتولي كتقمر، كتسمى قمار بهذا المعنى هذا. يعني اي استراتيجية خصك تيستيها وتباك تيستيها. كاينه واحد الحاجه كنقولوا ليها الباك تيست. استراتيجي ديالك الا ما باك تيستيها مزيان فراه كتسمى قمر. وهاد الاستراتيجيه هادي خصها تجاوب لك على 4 جوج الاسئله. كتحدد لك امتى غادي تدخل في التريد ديالك، فين غادي تحط ستوب لوس ديالك، فين غادي تحط تي بي ديالك، و الريسك ديالك. الى هاد الباك تيست استراتيجي جاوب لك على هادو، فراه ما بقيتيش غير كتخمم اولا كتقدر، فراه كتداول. ما باك تيستيتيش فراك غير كتخمم، غادي بالمشاعر ديالك وغادي بالتخربيق. هذا السبب الثاني. ندوزو للسبب الثالث علاش الاغلبيه كيمشيو لهم فلوسهم في السوق اولا في الفوركس ماركت، اللي هو كيخدم بالمشاعر. وفي هذه الحالة كيكون 3 جوج المشاعر اللي كيخسروا اولا اللي كيخرجوا على التريدر. كاين الاول اللي هو الخوف، الثاني اللي هو الطمع، والثالث اللي هو ريفنج. واخيب واحد هو هذا الفير، هو انك كتكون خايف انك تزقل شي صفقة وكتخليك انك تاخد شي صفقة اللي ماشي صحيحة وكتخسر فلوسك. الجريد هو انك كتكون ربحتي شي صفقة وكتطمع على اساس ان المارشي غيبقى ديما كيعطيك وكتخسر فلوسك. واخطر وحده هو فاش كتطمع وكتخسر من بعد وكتولي كتقول راه الصفقة الجاية غادي نرجع، وكتدخل تريد وكتخسر تاني وكتزيد وانت غادي، ونقولوا ضربتي تي بي وانت غادي وانت غادي وانت غادي، كتصدق حارق الكونت ديالك في نفس النهار ولا في نفس الاسبوع. وهادشي راه فريمون خطير وكيأثر على النفسيه ديال المتداول. هاد السبب هذا اولا اللي فيه المشاعر راه صعيب بزاف، وهو اللي كيبقاو فيه المتداولين طايحين فيه بزاف مدة طويلة عاد كيتعلموا يتحكموا فيها.
اللي هي هاد الدائرة النفسية ديال المتداول. إلا ما قدرتيش تتحكم فيها راه ما عمرك غادي تخرج رابح في التريدين. والسبب الرابع هما الأحلام ديال المبتدئين. السيد يلا بادي كي يحلم ليا باللومبرغيني، كيحلم ليا بالفيراري، كيحلم ليا بوهلي اش غادي يدير في هذا الفوركس هذا. يعني عنده واحد الفكرة انه غادي يدخل اليوم عندك 7 ايام غادي يخرج 10,000 دولار. الى خويا داخل بهاد العقلية التريدين راك غادي تخرج ب0 دولار، وكون على يقين بلي غادي تخسر فلوسك وتعاود تخسر فلوسك وتعاود تخسر فلوسك. التداول الحقيقي راه بطيء وخصو انضباط في القوانين ديالك والقواعد ديالك وفي النفسيه ديالك، وبعض المرات كيكون ممل. يعني الا ما جاكش تريدين ممل في حياتك اليوميه فراه عرف راسك راه مازال ما كتريدي مزيان. يعني خص التريدين يكون ممل بحالو بحال اي خدمه، لدرجه انك اي صفقه دخلتي ليها كتدخل ليها بدون مشاعر. يعني بالباك تيست بالقوانين ديالك ما كاينش الضحك. ولا قدرتي تتحكم في راسك لديك الدرجه في هذيك الساعات غادي يبدا يبان الصرف الصحيح من التريدين، وغادي تبدا تشوف الريزولطا الحقيقيه اللي كيدخلوا التريدرز الحقيقيين. وندوزو اخر سبب اللي هو ان الاغلبيه ديال الناس اللي كيبداو في هذا الدومين كيستسلموا بكري. quit too early. الاغلبيه ديالهم كيحبسوا حيتاش المارشي دا لهم فلوسهم، او حيتاش المارشي ما ربحوش منه، او حيتاش ما لقاوش استراتيجي ديالهم. وهادشي ما كاينيش ان التداول مستهل، يعني حيتاش انك انت قررتي تحبس بكري. يعني كيخسروا الفلوس كيتألموا وكيحبسوا. والاغلبيه اللي كتنجح راه ما كتحبش، كتعلم من الاخطاء ديالها وكتانفيستي وتعلم 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 وتصبر وتنضبط وتعطي الوقت للدومين حتى كتوصل انك تكون من 10% ديال تريدرز. ودابا غادي ندويو على كيفاش انت كشخص يلا بادي تقدر تفادى هاد الاسباب هادو او هاد المشاكل هادو اللي كيحرقوا الخوت وتكون من 10% الرابحين. دونك اسمعني مزيان. الا كنتي راهم بساط، الا كنتي خدام بالريسك مانجمنت وخدام باستراتيجي اللي انت باك تيستيها وعطاتك وين ريت مزيان و كتحكم في الايموشنز ديالك، نسميوش الفيلينغز ماشي الاحاسيس وانما الايموشنز العواطف ديالك، وما كتشوفش التريدين هو ديك الصفقه فاش كتدخل، وانما كتشوف اللونغ تيرم يعني على المدى الطويل، وما كتستسلمش، فكون على يقين غادي تكون من 10% اللي كيربحوا الفلوس. كون على يقين من هاد الحاجه. دونك القناه ديالنا وفي الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله غادي يكونوا على هادشي، غيكونوا على الريسك مانجمنت، كيفاش تجيري الريسك ديالك. غادي ندويو على اغلب ديال الاستراتيجي اللي خدامين، غادي ندويو على الايموشنز، وغادي نشوفوا كيفاش انايا بديت في هذا الدومين وكيفاش ما استسلمتش وكيفاش خسرت فلوسي، وبزاف ديال القصص وبزاف ديال الفيديوهات اللي غادي نبارطاجي معكم في هاد القناه هادي. الا عجبك الفيديو تعلمتي شي حاجه جديده وعرفتي الاخطاء اللي كنتي كدير او اللي لقيتي راسك دابا كديرهم، ما تنساش دير لايك. وبالنسبه للناس الجداد ما تنساوش تابوناو باش ما يفوتكم حتى شي فيديو جديد. وغنخليكم بواحد السؤال كنتمنى تجاوبوني عليه في التعليقات، هو شنو هو اكبر خطا درتيه في التداول اللي خرج عليك واللي خلاك يا اما تستسلم او لا تفيق وتعرف شنو كدير. كتبوا لي في الكومونتير وغادي نقراهم كاملين وغادي نجاوب عليهم كاملين. و كنتمنى تكونوا استفدتوا. تهلاو في راسكم ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.